نخوت السلام عليكم. كيف ما نشوف العنوان فغادي في هذا الفيديو هذه فغنتكلموا على المنتخبات الوطنيه اللي لعبوا البارح او لا سوا ديزون واحد فيهم تلعب اليوم. غادي نبداو بطبيعه الحال بالمنتخب المحلي اللي كان الماتش مع الخمسه، الماتش اللي سال بالرباح ب2-0. ما يمكنش ندويو على هذا الماتش هذا او نحلوه او نشوفوا مستوى اللاعبين لانه ما شفنا عليه والو. حدنا شفنا النتيجه في الاخر ديال المقابله. المنتخب يدخل بهذه التشكيله هذه اللي كتشوفوا قدامنا. دخل بحريمات ككابيتان ديكيب، مهري، شهاب بوطو، يونس عبد الحميد، الهنوري، الوادني، خيري، مفيد، سليم، ايتور خان والمساوي. البيت اللي ماركاه زحزوح في الدقيقه 88 والبيت الثاني ماركاه بن تايك في الدقيقه 92. دونك كنشوفوا هنا بان المنتخب الوطني فهو سجل في الدقائق الاخيره من المقابله. ما يمكنش نحكموا هذه المقابله كما قلت لكم لانه ما شفناهاش تلعبات ويكلو بدون جمهور، وما منقولاش لانه الناخب الوطني السي طارق سكيتو فهو اختار بانه هذه المقابله ما تنقلش وما يكونش حضور الجمهور. بالنسبه لي انا قرار غريب. انا كنتفهم بعض المدربين لانه ما كيبغيوش بانه الفرق الاخرى تشوف لي فورماسيون اللي يدخلوا بها ولا السيستم دو جو اللي غيدخلوا به، ولكن بالنسبه لي انا المنتخب الوطني المحلي يلاه شفناه في الشان. اغلبيه اللعابه اللي ديجا كانوا مع سكيتوي في الشان. ما عرف صراحه هذا القرار علاش. المنتخبات اللي غيلعبوا ضدك راه غادي يشوفوا اللعب ديالك، غادي يشوفوه. بالعكس انت اللي كنتي تاخذ في راسك وعندك المقومات وعندك لي كومبيتونس، فمع ذلك غادي تمشي وغتلعب معاهم تقدر تربحهم. راه الفرق الكبار راه كيتفرجوا في بعضياتهم، ومع ذلك راه كيمشيو كيلعبوا. راه باغي راه كيتفرجوا في البارسا والبارسا كتفرج في باغي، ومع ذلك راه شداتهم باغي راه من خاتهم. راه سيفيا راه كيف ما شفنا مع البارسا حتى هما راه كيعرفوا البارسا حتى هما. شفنا اتليتيكو مع الريال سنين هما كيلعبوا بعضياتهم، عارف لو سيستيم دو جو شدوهم كلاوهم. دونك هادشي راه جاري زعما في عالم كره القدم ان الافراد الاخرين يشوفوك ويعرفوا اللعب ديالك. فليسونسيال هو انك تدخل تعطيهم شي طريحه. واحد الحاجه اللي كانت مخيبه لانه كنا بغينا نشوفوا ليكيب ناسيونال، بغينا نتفرجوا فيها لانه المنتخب الوطني فهو منتخب ديال المغاربه كاملين، فمتمنين انه نشوفوه. دونك كيف ما قلت لكم ما نقدروش نحدوا على هذه المقابله لانه ما شفنا عليها والو. ليماج اللي عندنا على المنتخب المحلي هي ديك ليماج كانت عندنا في الشان، هي اخر صوره شفنا عليه. منتخب اللي مزيان ليسونسيال هما انهم كيعرفوا يربحوا، فكنتمنوا لهم كل الخير. غيلعبوا ان دوزيام ماتش في الامارات، حتى هو بالنسبه لي قرار غريب لانه كتمشي للامارات طياره ولوطيل لارجون دو بوش، في الاخر غتلعب ماتش بلا جمهور وما منقولش. المهم معليش، في هذه قرارات المدرب كان حنا كنحترموها، وحنا كنا ثقه في السي طارق سكيتسيوي لانه بزمنا لانه السيد عنده ادى القاب واخرها الشان. شفنا فاش وصل مع المنتخب الاولمبي لا دومي فينال في لي جوز اولمبيك. دونك مدرب لي كونفيرمي، فاحنا كنحترمو كنثيقوا فيه، فكنتمنوا ليه كل الخير. واخا داك كنت درت واحد الريل مؤخرا دويت على الغياب ديال بن عبيد وديال التكناوتي على لائحه المنتخب الوطني المحلي. بالنسبه لي انا كان واحد القرارات انا كنقول لكم صراحه بانه بالنسبه لي ما فهمتوش، غير مفهوم. لانه الشهاب كنقدر نفهمها لانه كابيتان ديكيب ديال الماس كارديان اللي هو مزيان، كان كيتنادى على المنتخب الاول، المنتخب المحلي مزيان. حراس بجوجهم اللي دي رومبلاسون كيف ما سبق لي قلت في الريل، الوغ ما عيطش بن عبيد كيقدم مستويات كبيره في هذه بدايه البطوله. في 4 الماتشات كان حاسم بن عبيد، وحتى التكناوتي اللي شفنا الغيتور ديالو بدا كيرجع الفورما ديالو مع فريق الجيش الملكي. ولكن كيف ما قلنا قرارات المدرب فحنا كنحترموها، واهم حاجه هي الثقه اللي عندنا في السي طارق سكيتيوي بانه ان شاء الله يقدر يمشي لابعد نقطه في كاس العرب ان شاء الله الجايه. اما بالنسبه للمنتخب الوطني الاول او ليكيب ناسيونال، لا شفنا الفوز على البحرين بواحد الزيرو. صراحه كنت كنشوف بزاف الناس حتى الاغلبيه كانوا كيقولوا بان هذه المقابله سهله، وكاين اللي طالب كاع يربحوا ب10، كاين اللي طالب يربحوا ب8 ب7. كانوا كيقولوا بانه هذه المقابله صراحه كان يشوف مع شي منتخب واحد اخر ما غتفيدنا بوالو، ما نفعناش، ما عرفتش عزلوا البحرين وهذه. وانا صراحه كنت كنشوف عكس هذا الشيء، لانه كان كيبان لي بان منتخب كالبحرين غادي يجي يلعب كونتر واحد الفرقه اللي هي رابع العالم في اخر مونديال، غتلعب مع فرقه اللي اللعابه ديالها كيلعبوا في باريس سان جيرمان، في ريال مدريد وفرق اللي هما كبار. غتلعب مع فرقه اللي لعبه في واحد التيران اللي هو جديد وكبير وسط من بلادها والجمهور ديالها. دونك بالعكس كنقول ان هذا الماتش هذه البحرين كنت متوقع انها غتبغي ترجع للور ودير كون ديفيكولتي. واحد الحاجه اللي مهمه لينا حنايا كمنتخب وطني، لانه في لاكوب دافريك فراه غادي تقدر تطيح مع فرق اللي بحال هكذا. حنا لاعبين مع المغرب في تيران وسط من الجمهور ديالو، حنا غادي نهبطوا البلوك ونتسناو يجيو عندنا وحنا نمشيو في الكونتر. حنا ما غاديش نبادروا من الاول، حنا نمشيو عندهم. يعني تقدر تطيح مع فرق بحال هادو، وهذا كان بالنسبه لي اكبر امتحان للركراكي للمنتخب الوطني. حتى كان خاصك تلقى حلول كيفاش تماركي. وحتى المدرب ديال البحرين فهو قال لك حنا بغينا نحدوا
ديك سلسله انتصارات. دونك هما جايين بواحد الهدف بانه انت ما باغيلكش تربح اليوم، انا غادي نرجع اللور، انت قلب على راسك، شوف انت لي سوليوشن اللي بغيتي نتايا. دونك وهذا المثال بالضبط يقدر يطيح لنا في لاكوب دافريك، طيح مع فرقه اللي ترجع لك اللور، انت خاصك تلقى لي سوليوشن. دونك بالنسبه لي البحرين كان واحد لو شوا اللي هو مزيان كيف ما شفنا البارح. وحسين الكراكي كان قالها في الندوه الصحفيه اللي قبل من المقابله، قال لك حنا ما لقيناش منتخب اللي نقدروا نلعبوا معاه، سوف يمكن الجابون. والجابون قال لك حنا باش غنمشيو نديبلاصيو عند الجابون عندنا ماتش ديال الكونغو من مورا، دونك غتكون شويه القضيه صعيبه. تم اختيار ديال البحرين، وانا بالنسبه لي واحد المقابله اللي كانت امتحان ركراكي، لانه حنا ديما كنا كنشوفوا المنتخب الوطني اللي دار نتائج سورتو في لاكوب دو موند الاخرى بانه كان كيهبط البلوك وكيمشي في الكونتر لانه كان كيلعب كونتر فرق اللي هما كبار. ولكن لا تقلبات الايه، وهذا السؤال كنا دائما كنطرحوه، تقريبا كلشي كان كيطرح هذا السؤال، كيقول لك الا طحنا مع فرقه اللي هي غدير نفس اللعب ديالنا، كيفاش حنا غنقدروا نجيريو الماتش معها، كيفاش حنا غادي نمشيو عندها، وكيفاش خاصنا نلقاو حلول باش نماركيو على هذه الفرقه هذه. دونك انا بالنسبه لي البارح كان واحد المقابله اللي هي مهمه جدا، وكانت امتحان كيف ما سبق لي وقلت بزاف المرات لاكوب دافريك. وسا فغي تبين بانه بحال هاد الماتشات كنلقاو صعوبه باش نماركيو، لانه شفنا دياز شويه مزاحم شويه مع السيباري البارح في بريمير ميطون بعدا ما عرفش فين وقف كاريمون، ما عرفش لانه كان شويه ساري، بعد ما كيوقف مورا كعبي، بعد ما كيمشي لا دغوات، بعد ما فاش كيشوف دياز في لا دغوات كيمشي هو الميليو تيران. دونك فريمون ما سورتو هاد الجوج ما بين دياز والسيباري بريمير ميطون، دياز شويه بريمير ميطون دار دي كومبينيزون مع الخنوس ومع حكيمي في الكوتي دروا، ولكن السيباري كان موضر بحال اللي كان شويه الزحام في الميليو تيران. ابار الزلزولي حنا كنعرفوا انه اكسبلوزيف، رجع شويه راه بدا كيرجع الفورما ديالو. ديفونس بالنسبه لي انا مزيانه، سوف كو بالعامري كنعرفوا حنا النيفو ديالو زوين، وبالعامري اللي النيفو ديالو دويت عليه في الماتش ديال الرجاء الاخر كونتر الماس، قلت بانه النيفو ديالو هبط شويه. ما كنتش كنقول مع الرجاء، كنت كنقول مع المنتخب النيفو ديالو مزيان، مع الرجاء النيفو ديالو هبط. قلت يمكن كيخاف من لي بليسور وسورتو على بلاصتو في المنتخب، لانه لحد الساعه وكنعاود نقولها كيف ما قلت الفيديو اللي فات بانه كيبقى هو تيتولير ديال ليكيب ناسيونال. ولكن بالنسبه لي انا بالعامري البارح يمكن كان مزير شويه بزلزولي، لان مولف بالعامري كيلعب لي زون دو، كيبغي يعطيك باس ويدير لابيل ديالو ويمشي في الظهر باش يهز كره. البارح فاش كان كيعطي الكره الزلزولي، فالزلزولي كان كيدير هذا الدور هذا، دونك ما كانش كيتسنى ان بالعامري يطلع موراه، كان كيعطي الزلزولي كيحضر راسو. وهنا كيف ما قلنا الزلزولي كنعرفوا لي كومبيتونس ديالو. حكيمي ما غندويش عليه لانه ديما كيبقى تبارك الله توب. فلاكس بالنسبه لي انا كنشوف بانه ماسينا يقدر يكون حدا اقرد مزيان، لانه ماسينا عنده واحد الجو فيرتيكال اللي زوين، كيعرف كيخرج كره برجليه، كيلعب كواري طوال كيحطهم بالعبار. الياميق ما كانش خايب، سي فغي حنا البارح ما تختبروش نهائيا، ولكن كيبك من التحركات ديالو فهو ما كانش خايب. جو بونس انه الياميق كيستاهل انه يكون كارونبلاسون بكل واقعيه. ابخي بيان سور لانه غادي يكون اقرد وماسينا، واخا انا عارف انه اللي غادي يكون ان شاء الله في لاكوب دافريك الا بقى كيلعب، لانه لا رجع من الاصابه طويله وراه رجع كيلعب، ولا بقى غير من هنا لديسمبر كيلعب، فهو اللي غادي يكون في ليكيب ناسيونال اللي هو رومان سيس. دايوغ راه ركراكي في اي كونفيرونس دو بريس واي ديكلاراسيون فهو كيتكلم على رومان سيس. يقول بيان سور بونو ما غندويوش عليه، الميليو تيران عجبني بزاف. العناوي شفنا كغوليور، شفنا كونتر البحرين كاسور في باص المرابط، تبارك الله ما شاء الله لي دوال كيفاش كيمشي كيدفع بنادم كيلوح الارض، كيريكوبيري الكره كيشدها كيافونسي فيغ لاطاك. دونك بالنسبه لينا اللاعب اللي تبارك الله ربحناه صراحه وربحوا المنتخب الوطني. الخنوس بالنسبه لي حتى هو كنقدم مقابله مزيانه ودار واحد ديبار مزيان مع فرقه جديده ديالو صراحه. الخنوس كنتمنوا على انه يبقى في هذا النيفو هذا. استبار كيف ما قلت لكم بريمير ميطون ما عجبنيش بزاف، لانه كنعرف ان استبار كيبغي يلعب في لو كوتي، ولانه تكنيكمون مزيان كيبغي يشد الكره، كيبغي شويه ليسباس بانه فين يقدر يدريبلي اللعاب ويبينيتري. ديال سوا لا ميم شوز، هو كيبغي يلعب في الكوتي، كيبغي حتى هو يشد هذيك حدا الشرطه ويزيد يدخل بها. فالبارح هو السيباري بحال اللي قلتي الركراكي دار شويه العاطفه، بغى يدخلهم بجوجهم يشوفهم، لانه بجوجهم كيبغيو يمشيو لي كوتي سورتو الكوتي دروا، فكانت شويه واحد التخربيقه. زائد ان حكيمي حتى هو داك الكولوار كيبغي يكون خاوي، فكانت شويه الزحام كيف ما قلت ما بين حكيمي ودياز والسيباري. والكعبي صراحه البارح خدم ديفونسيفمون اكثر من اوفونسيفمون شفنا كره ما وصلاتوش بزاف. انا حاجه وحده اللي ما عجبتنيش بزاف البارح في الماتش كامل دايوغ هي السونطراج، كنسدوه كنبغيو نسونطري، اللي شدا كيبغي يسونطري، لا زلزولي لا حكيمي لا دياز لا السيباري، اللي كيشدا كيبغي يسونطري. هما دايرين 8 في الكاري،
الوغ كو تبارك الله هما كلهم دي غاباري، كان الكعبي بوحدو كيبان الكعبي معزول تما، الوغ بقينا كنانسيستيو على لي سونطر على لي سونطر الماتش كله. هادشي كيبين لك حاجه وحده، بان اللاعب البارح كانوا باغيين يماركيو باي طريقه باش يحطموا الريكورد ديال 15 ماتش، فكانوا باغيين يماركيو. وهنا كتمشي لا كونسونطراسيون شويه، لان حنا كنعرفوا كاين فرق كبير ما بين السرعه والتسرع، فكانوا كيتسرعوا بزاف لدرجه انهم خلاهم اون فوا يشدوا الكره فكيبغيو يسونطريو باش يماركيو. وهذا الشيء راه اكدوا وجا على لسان سي ولد الركراكي من مورا الماتش في الندوه الصحفيه، فقال لهم سي فغي يمكن انا غلط ودرت لا بريسيون على اللعابه لانهم خاصنا نحطموا هذا الريكورد 15 ماتش. فهاد لا بريسيون هذه فبانت على اللعابه لانهم كانوا خاصهم يماركيو، باغيين يماركيو. في الخرط الماتش فاش ماركا الياميق فكانت واحد الفرحه كبيره المكونات ديال المنتخب الوطني، لا من اللعابه لا من الطاقم التقني، لانه كان عندهم واحد الضغط اللي هو كبير بانهم كانوا باغيين يوصلوا ل 15 ماتش الريكورد. فاش كتسمع الصباليون دار 15 ماتش متابع رباح كتقول واه الصباليون شنو داروا، الوغ كيفاش كديرها في بلادك ما ايوا صافي بقى لنا غير الريكورد، بقى لنا 15 ماتش. لا حنا ما كنتفقوش مع الركراكي. انا شخصيا ما كيعجبنيش الركراكي اللعب ديالو. انا اللعب الركراكي ما كيعجبنيش نهائيا. وانا راه في جو بونس واحد الفيديو اللي فات ولا اللي قبل منه كنقول بانني انا كفرقه عندي لي موين وعندي لي كومبيتونس وعارف مستوى اللاعبين ديالي مزيانه، خاصني نخرج نلعب مع اي فرقه، نخرج نلعب معاهم كره، ضربه فيا ضربه فيك، واحسن وسيله للدفاع فهي الهجوم. دونك انا لو سيستيم دو جو ديال الركراكي ما كيعجبنيش، ولكن ما يمكنش ليا نتمنى خساره المنتخب الوطني غير باش الركراكي يمشي بحالاته، اولا باش نتشفى في الركراكي، ولا باش نقول اش قلت لكم راه الركراكي راه غيخرج عندنا وراه ما يدير معنا والو. انا ما يمكنش لي العلاقه ما بين الركراكي وبعض الناس وبعض الجماهير سالات شحال هذه، وبدات بسبب انه ما كتمش المنادات على واحد اللاعب من الفريق ديالو. ماشي راه معروف حنا راه ولاد البلاد. المشكل اللي عندنا حنا في المغرب هو انه كنتفرجوا الكره بالعاطفه، حنا عاطفيين جدا مع الكره. الركراكي كنختلفوا معاه، انا براسي كنختلف معاه، مي كيف ما قلت لك ما توصلش بيا الدرجه انني نتمناه يخسر غير باش نقول الركراكي هو خرج علينا، لانه كاين بزاف الناس عندهم هذه العقليه هذه. انا ما غنتمناش المنتخب الوطني ديالي يخسر. كانوا مزيان غنقول كانوا مزيانين، كانوا ضعاف غنقول لك كانوا ضعاف. اذا تمنيت الوالد الركراكي الخساره يعني خساره ديال المنتخب الوطني ديالي، لانه هو مدرب ديال المنتخب اكس اي غيمشي الركراكي فلان تمثلان ما عنديش ما شغليش فيهم. انا المنتخب الوطني ديالي ما نبغيش يخسر، انا بغي يقدم الماكسيموم. ثاني حاجه هو انه المنتخب الوطني ديالنا حنا، انا ما نكذبش عليكم صراحه حاليا كنبغي يكون هذه الانتقادات وكنبغي يكون هذا الشك باش ان شاء الله باذن الله نديروا واحد لاكوب دافريك اللي هي مزيانه، لانه المنتخب الوطني كندوي من وجهه النظر ديالي انا، وداك الشيء اللي عقلت عليه من نهار بديت كنتفرج في الكره، ما عمرنا ما عولنا عليه دير شي ريزولتا ومشى دارها. دائما ما كنعولوش عليه. رانا منين عقلنا حنا بدينا كنتفرج في المنتخب سواديزو كنعقلوا شويه على 2004 راه ما كناش متوقعين بانه غيوصل لا فينال ديال لاكوب دافريك في تونس، خاطر شكون اللي كان كيقول ان المنتخب الوطني غادي يمشي لا دومي فينال لاكوب دي موند؟ ما عمر شي تحلم شي حلم ما غاتجيكش. مشاو والعكس صحيح في لاكوب دافريك الاخرى. حنا جينا رابع العالم، عندنا اللعابه حكيمي زياش طبط اللعابه كلشي كاين حاضرين، لاكوب دافريك غادي نديوها. حنا كنسالوا الديوها حتى المولدان الاخرين كلشي كيقول لهم المغرب فافوري هما اللي يديوها، ما ديناش. علاش؟ حيت عولنا عليهم. حيت كنقول لكم انا المنتخب الوطني ما خاصكش تعول عليهم، وانا مزيان لانه انا في هاد الماتشات كاملين اللي دازوا دابا ديال المنتخب الوطني يكون كان فيهم الرباح والاداء والنتيجه غادي نقولوا وصافي كوب دافريك ديالنا في الجيب. غيدخلوا ما يديروا ما عرفتش شنو هذه القضيه، يمكن خرافه يمكن ما عرفت شنو تقدر تسميها، ولكن هذا واقع كاين دابا. دونك اللي كنتمناو حنا هو انه كل التوفيق لا سي طارق سكيتيه ولا سي وليد الركراكي في المقابلات القادمه. وطبعا الحال حنا غادي نشجعوا المنتخب الوطني في لاكوب دافريك، بغينا ولا كرهنا كيبقى بلادنا هذاك ومنتخبنا هذاك، فما عندنا ما نديروا. ديك الساعه لا قدر الله يستر كانت شي ريزولطا ماشي هذيك فالمحاسبه ما عندنا ما نديروا. دونك هذه هو قانون كره القدم، كتربح نصفقوا عليك، خسرتي المحاسبه. اما بالنسبه للاوفان فصراحه دوك الدراري ما عندي ما نقول عليهم، تبارك الله ما شاء الله عليهم، حتى شي ملاحظه ما عندي عليهم تبارك الله. واللي عجبني اكثر هو انه كاع الفرق اللي لعبوا ضدهم فهم فرق كبار، ما كاينش شي فرقه اللي ضعيفه. شفنا الماتشات في الجروب النيفو طالع من غير ماتش ديال المكسيك اللي المدرب قرر باش يعطي الراحه اللعابه اللي كانوا كيلعبوا تيتولير، ولكن سانومبيش داروا واحد الماتش اللي هو مزيان بزاف. واخا الفكره صراحه ما كتعجبنيش بزاف، اولا ولا عندي واحد التخوف من هذه القضيه هذه، لانه عشناها في كاس العرب مع عموشه، كانت واحد ليكيب اللي مشات لكاس العرب، واحد ليكيب راه ما يمكنش اكسيبسيونيل، ربحوا الماتش الاول مع 4 الماتش الثاني الماتش الثالث في الجروب قال غادي نريحهم، حنا دايزين غادي نريحهم هكذا باش يكونوا في الويتيام يكونوا مزيانين. فاش ريح بدل الفرقه كلها ريحات. الماتش اللي من موراه ديال اللي هو تلعب كونتر الجزائر فكانوا اللعابه وضروا النيفو ديالهم. دونك بالنسبه لي بعض المرات كتخاصك اللعاب تخليه في داك لو نيفو ديالو
دونك بالنسبه لي انا بعض المرات كيولي عندي تخوف من هذه القضيه هذه، مي الحمد لله ما خيبوناش، ربحوا البارح، داروا واحد الماتش اللي هو واعر بزاف. واخا كوريا قرروا باش يدخلوا بداك لو سيستيم دو جو ديالهم اللي كيهبطوا البلوك كيتسناو يلعبوا في الكونتر، وانا هذا لو سيستيم ديما كندوي عليه في كل فيديو، انا ما كيعجبنيش. كاين اللي كيقول لك راه كيوكل الخبز وكيجيب الالقاب. البارح كوريا رجعوا للور، راهم خسروا، دونك ما جاب لهم الالقاب راه توزع، باح بقوا راجعين للور. تخيل بانه هما خاسرين بواحد وليكيب ناسيونال رابحين بواحد، هما خاسرين وعاطين الكره ليكيب ناسيونال وكيتسناو باش يجيو عندهم باش يمشيو في الكونتر. ولكن ما عليكش، هما داروا مقابله اللي هي زوينه. بدايه الماتش فقط انا مع كان فيه الناس فقط محاوله ديالنا حنا ديال المعمه الزقلات، هما عاود جبدنا واحد الكره من البوطو تزقلو وانا نفعق صافي، لانه حنا راه زايد عندنا هنا ساعه. دونك الماتش كان مع 12 ليله المغرب، هنا كانت عندنا 1 الصباح. تخيلوا انه 3 الصباح. كنصور لكم دابا الفيديو تقريبا هذه 8:30 ديجا سو عيني كيفاش دايرين، الصوت من الدعدع. كنصور لكم الفيديو قبل ما نبدا ان شاء الله النهار ديالي. فكان واحد الماتش مزيان صراحه، اللي كما ما عندي ما نقول عليها ملاحظه وحده، هي انه كنظن برايي المتواضع بان المدرب زرب شويه في لي شونجمون، لانه خرج مع عمه وخرج الزبيري دقيقه جو بونس 74 75، كان يخليهم شويه اكثر لانه ما كتعرفش الكره شنو كتجيب. لانه انا بالنسبه لي الزبيري ومع عمه وجسمي فهما صراحه واحد لاطاك اللي هي اكسبسيونال، راه ما يمكنش باكله ما شاء الله، واحد من اليمين واحد من اليسار. دونك بالنسبه لي انا كانت واحد مغامره اللي بغينا نقولوا، كما قلت لكم زرب شويه في لي شونجمون. كنصور في واحد البارك وكيف ما كتشوفوا مورايا واحد تيغان ميني فوت، جاو شي دراري صغار كانوا قصرين هنا كيقلبوا دايرين واحد لاكتيفيتي، لانه هنا نورمالمون المدارس كيخرجوا مثلا الدراري الصغار كيديهم واحد البارك كبير وكيبقاو يخبيو لهم بحال التريزور سوا ديزون، بحال ديالنا حنا كنا كنلعبوا التريزور، هو التريزور حنا كانت فيه العصا ما فيهش العصا، كيخبيو لهم واحد اللعيبات في الشجار في البارك كامل وكيعطيوهم واحد الورقه وخاصهم يبقاو يتبعوا مثلا كيبداو يفكوا الالغاز باش يلقاو ديك اللعيبه. فهما جاو كيقلبوا هنا في التيران، وهذا مع كان دراري صغار فما بغيتش نكمل التصوير ديالهم. باي ذا واي واحد من يفوت هنا عندك شي 5 يجيبوا هنا يتاكلوا العصا. دونك بالعوده للمنتخب الوطني اقل من 20 سنه، فكيف ما قلت لكم انا سطروا دوك اللعابه ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظهم. كنتمنى انهم يبقوا بهذا النيفو هذا ان شاء الله، حتى علاش لا يوصلوا ابعد نقطه ممكنه، وعلاش لا لا فينا ان شاء الله باذن الله. كيف ما قلت قبل ما نقطع لا فيديو بانه الملاحظه اللي كانت عندي هي ان المدرب وهبي بانه كنظن انا بانه زرب شويه في لي شونجمون، لانه كنعرفوا حنا القوه ديال المعمه والقوه ديال الزبيري اللي ماركا جوج بيوتها، من غير ان البيت الاول تحسب الديفيات في الديفونسور تحسبات بانه ماركا على راسو، انه لاعب تبارك الله مزيان، سورتو فاش كيكون هو جسمي ومع عمه، دونك كيتشكلوا واحد التريو تبارك الله ما شاء الله، ما عندي ما نقول عليهم. فكلهم تقاتلوا صراحه، لا الديفونس لا الميليو لا لاطاك، غارديان حتى هو دار اللي عليه. فانا صراحه البيت ديال الكوريا ما شفتوش لانه نعست، انا واحد الوقيته بقيت مقاتل بانت لي الدقيقه 90 91 ما عقلتش على راسي، نعست اتفقت الصباح بانت لي ما بالي يمكن ماركو بينالتي، يمكن هادشي اللي بان لي في الريزولتا. دونك بالنسبه لي انا رافعين راسنا وبالجهد، دونك كنتمنى لكم التوفيق في المقابلات القادمه، وعلاش لا ان شاء الله باذن الله يوصلوا لابعد نقطه في هاد لاكوب دي مود، لانه فريمون راه لعبوا مع فرق اللي ماشي سهله. وانا كنت قلتها في واحد الفيديو كنت دويت عليهم قلت بانه مزيان باش يلعبوا مع فرق اللي هما صعاب في لي جروب هكذا، باش كيبقى النيفو ديالهم غادي وكيطلع. وما ننساوش بان الفرق اللي بقاو دابا كاملين فرق اللي هما كبار، غادي يكون ان شاء الله الماتش الجاي كونتر امريكان، فاللي كنتمنى لهم كل خير ويبقاو ان شاء الله يحافظوا على هذا النسق هذا وعلى هذا النيفو هذا. وعلاش لا كيف ما سبقنا وقلنا بان وصلوا ابعد نقطه في هذا لاكوب دي موند هذه. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نضرب واحد الخلاصه صغيره على الماتشات اللي تلعبوا ديال المنتخبات الوطنيه. المحلي مالوزمون ما شفناش، دوينا على المنتخب الاول وحتى المنتخب الوطني ديال اقل من 20 سنه، اللي كنتمنى لهم كل التوفيق للمنتخبات الوطنيه للمدربين ديال راسي طارق سكيشيوي، السي والد الركراكي والسي وهبي. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، تلاقوا الفيديو الجايه، السلام عليكم.